سادتي، اهلا ومرحبا من استاد بطولة كأس العالم بأقل من التي نشاهد فيها اخضرنا الوطني ونطمئن. اليوم نغبر موعد المونديال قطر 2023 في معسكر اخضرنا الوطني لله تعالى في المونديال قطر 20 في هذا التحضير المهم عبد الله العمري قلبي دفاع امام ظهيري الجنب سعود سليم فراس البركات. تشكيله منتخبنا اداء كبير ننتظره في مباراه هذه المباراه. بسم الله الرحمن الرحيم. طويل الى الامام عبد الله مادو تبدا مادو وكذلك ايمن يحيى قوي. هذا اسحاق في مشاركة لجونارسون العيدة من مدرجات يشاهد المباراة كلها. راح يكون مكان كأنه اعتقد كرة ملعوبة على طول من ديسبيرسون. وصل التحرك بصراحة في الجهة اليمنى التسديدة لكنها سهلة اللي هو ورياض شراحيلي طويلة انتهت إلى ركلة مرمى. على طول كرة بتصل من جديد خطيرة في هذه البريكة اليسار لتصل أيمن يحيى خطيرة سعودية. كانه استلم كانه مرر باتجاه بريكا عند محمد العويس طويله العمري تصل من جديد. راح يكون هدف عالمي قبل العالميه. كره بتصل باتجاه سعود وصل شوف تغطيه من حسن تنبكتي ولد وسقوط لكن خطا بالتاكيد انه يلام فيه بشكل كبير. حسن تنبكتي ترك كره ملعوبه طويله والى الامام باتجاه طويله خطير. شوف بالحاله شوف نيلسون كره ملعوبه طويله والى الامام بدون كرة منتخبنا يتحرك بشكل اليمنى. فاتح الجبهة تمريرة الله لكن فيها راية رؤية شكل منتخب. محمد العويس من حارس خطيرة جدا لكن فيها رأسن جوناثان يونسون. كرة ملعوبة طويلة إلى الأمام كوير نفسه الكرة لمصلحة ثورفالدسون. كرة طويلة إلى الأمام خطيرة بتعدي من دوران بتصل اللعب إلى الجهة اليسرى سعودية. اللي هو محمد العويس كرة ملعوبة طويلة إلى الأمام جميلة لكن واللي شارك أيضا في دوري الأبطال. سالم تسديدة قوية من مسافة كان قريب من التسجيل أخضرنا لكن وصلت إلى سلمان عرضية وكرة جهة اليسرى خطيرة إلى الأمام. عبد ليست كثيرة علنت عن هذا الأمر لكن بعد كرة بريك الكرة بتصل القوة عبد الله العمري برافو عنه قبل المباراة بالقدم لمصلحة دامير طويلة من الأمام كرة المين وصلت إلى سالم المنتخب والكرة بعد كذا بتصل فيها حالة من عدم التفاهم ما بينك. قربها باليمنى الكرة لدى سالم عرضية جميلة باتجاه سعود عبد الحميد صلحها أداء أكبر. كرة العرضية عبد الله المالكي انتظر الحركة داخل منطقة الجزاء عند فراس بريك الصورة محمد كنو اللي يظهر في بطولة كأس العالم اللقاء وبدءا من يونيو الماضي حينما عسكر فقتي لأخضرنا. نحن نتكلم عن خطيرة بتعدي دوران استلام عرضية طويلة خطيرة بالراس من ظهير إلى ظهير السعودي عودي أول. يا سلام تتقدم عن أول أهداف المنتخب السعودي اليمنى بحول الله تعالى يفي بالوعود من أمامنا بالله سعود وكذلك أيمن يحيى قوي. هذا إسحاق في مشاركة اليسار لتصل أيمن يحيى خطيرة سعودية. نيلسون إسحاق ثورفالدسون كرة طويلة من الأمام خطيرة بتعدي من دوران عن هذا الأمر لكن بعد كرة بريك الكرة بتصل القوة عبد الله العمري برافو عنه قبل المباراة العرضية. عبد الله المالكي انتظر الحركة داخل منطقة الجزاء عند فراس بريك لكن خطأ بالتأكيد انه يلام فيه بشكل كبير. حسن تنبكتي ترك كرة ملعوبة طويلة إلى الأمام باتجاه طويلة خطير. شوف بالحالة شوف نيلسون كرة ملعوبة طويلة إلى الأمام بدون كرة منتخبنا يتحرك بشكل اليمنى. فاتح الجبهة تمريرة الله لكن فيها راية رؤية شكل منتخب.
محمد العويس من حارس خطيرة جدا، لكن في راتسون جوناثان يونسون. كرة ملعوبة طويلة من الأمام، تطوير نفس الكرة لمصلحة ثورفالدسون. كرة طويلة من الأمام خطيرة بتعدي من دوران استقبالات كل راح يكون مكان كأنه أعتقد كرة ملعوبة على طول من داسبيرسون. وصل التحرك بصراحة في الجهة اليمنى، التسديدة لكنها سهلة اللي هو رياض شراحيلي. طويلة انتهت إلى ركلة مرمى، على طول كرة بتصل من جديد خطيرة في هذه البريكة اليسار لتصل الأيمن. يحيى خطيرة سعودية، كأنه استلم، كأنه مرر باتجاه بريكة. عند محمد العويس طويلة العمري تصل من جديد، راح يكون هدف عالمي قبل العالمية. كرة بتصل باتجاه سعود، وصل شوف التغطية من حسن تنبكتي ولد وصل. على استاد لوسيل بقطر، يخوض المنتخب السعودي مباراة مصيرية ضد المكسيك اليوم الأربعاء الموافق 30 من نوفمبر الحالي، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات كأس العالم 2022. ويحتل الأخضر السعودي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف خلف الأرجنتين، بينما يتصدر المنتخب البولندي الترتيب برصيد 4 نقاط، ويقع منتخب المكسيك في قاع الترتيب برصيد نقطة واحدة. ولا يزال مصير المنتخب السعودي بين أقدام لاعبيه، فيحتاج الأخضر للفوز على المكسيك ليضمن تأهله رسميا إلى دور 16 لمونديال قطر 2022، بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى التي تجمع منتخبي بولندا والأرجنتين في التوقيت نفسه. كما أن التعادل يمكن أن يمنح منتخب السعودية بطاقة العبور في حال خسارة منتخب الأرجنتين أو فوزه على بولندا بفارق أكثر من 3 أهداف. وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، و10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، و11 مساء بتوقيت الإمارات، و8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. التشكيل المتوقع: غيابات مؤثرة وسط صفوف المنتخب السعودي في مواجهة المكسيك اليوم. ويغيب عن تشكيل مباراة السعودية والمكسيك 4 لاعبين مؤثرين من المنتخب السعودي بسبب تعرضهم للإصابات، منهم اللاعب محمد البريك الظهير الأيمن للمنتخب السعودي بعد إجرائه فحوصات طبية تبين منها إصابته في عضلة الساق، وإصابة اللاعب سلمان الفرج وياسر الشهراني ممن يؤدي لغيابهم عن مباراة السعودية والمكسيك اليوم. كما يقضي اللاعب عبد الإله المالكي عقوبة الإيقاف لمباراته القادمة بسبب تلقيه بطاقتين صفراء خلال المباراة الأخيرة، وبذلك تعاني السعودية من 4 غيابات فارقة لفريقها في مباراة المكسيك اليوم. وبذلك يأتي التشكيل المتوقع للسعودية كالآتي: وفي المقابل يأتي تشكيل منتخب المكسيك كالآتي: شكرا لحضراتكم، ومنتظرين توقعاتكم عن نتيجة المباراة.